اكتر البيوت رعبا في تاريخ امريكا كلها، لدرجة ان رجال الدين اللي كانوا بيروحوا له ويحاولوا يطلعوا الروح الشريرة اللي فيه كانت الأوضة بتتحول عليهم لصقيع، والأبواب والشبابيك بتتفتح وتتقفل من نفسها، والكلب بيهبهب بصوت عالي ناحية الأوضة اللي في البدروم واللي كانت مدهونة باللون الأحمر، لدرجة إن أشهر محققين في الظواهر الغريبة في الوقت ده واللي اسمهم لوران وايد وإيرين ما قدروش يساعدوا العائلة دي. اهلا بيكم. حابب اقول في البداية واوضح حاجة مهمة جدا، ان اي حكاية هقولها تأكدوا ان هي واقعية وموثقة، فياريت لو قلبك جامد وما بتخافش شغل الحلقة واسمعها الهاند فري، ولو قلبك ضعيف وبتخاف يبقى الفيديو ده مش ليك وانصحك تقفله، واللي قلبه جامد وهيكمل يلا بينا. في خريف 1974 كان في عيلة مكونة من 7 أفراد عايشين في بيت في بلد اسمها أميتيفيل بولاية نيويورك الأمريكية. اتوفى حد من العائلة دي بطلق ناري، والعائلة أصلا ما كانتش عايشة حياة سعيدة في البيت ده، وبسبب العدائية اللي كانت معروفة عند رب الأسرة واللي اسمه رونالد سينيور، ده خلى ابن جونيور المشهور باسم بوتش مضطرب نفسيا. وهنعرف دلوقتي ضرب النار ده جاي منين ومين اللي ضرب ومين اللي اتضرب. حياة بوتش كانت ماشية سليمة، وكان شغال في ورشة عربيات، وفي وقت فراغه كان بيروح الملاهي الليلية مع أصحابه، وكان بيشرب كحوليات كتير، ومع الوقت ما عادش مركز في شغله بسبب شربه الكتير للكحوليات دي. ده غير انه بقى عنيف مع اسرته، ومن ضمن العنف ده رفع في يوم من الايام المسدس على ابوه، وكمان بدأ يعتدي على اسرته ويعنفهم ويمد ايده عليهم وكل كلامه معاهم بعصبية. وفي 13 نوفمبر 1974 بوتش جاب بندقية وطلع الدور اللي فوق وهي اوض نوم اسرته وقتلهم كلهم. والغريب ان بعد التحقيقات وتشريح الطب الشرعي اتفاجئوا ان الوقت اللي قتل فيه بوتش افراد اسرته كان مدته 15 دقيقة، والطريقة اللي لقوا عليها الجثث كانت في وضع طبيعي جدا ومسالم، وكل الجثث كانت نايمة بالمقلوب وكانوا نايمين على بطنهم، ومفيش اي دليل واضح على مقاومة اي حد من الضحايا ولا باين عليهم اي حركة غريبة. وعلى الرغم من الطلقات الكتير اللي خرجت من البندقية، وبالمناسبة السلاح ده كان سلاح شات جان، واللي ما يعرفش الشات جان فده صوته، وكمان ما كانش متركب عليه كاتم صوت، والسلاح ده بمجرد ما يضرب طلقة واحدة بس الطلقة دي كفيلة تسمع شارع بحاله. والغريب هنا بقى ان مفيش اي حد من الاسرة سمع لما ضرب اول طلقة ولا تاني طلقة، وده الشيء الغريب. طب ازاي ما سمعوش من اول طلقة ولا من تاني طلقة؟ ده كمان ان الجيران كمان ما سمعوش ولا اي صوت للطلقات دي، مفيش بس غير ان الكلب كان بيهبهب لانه كان حاسس بحاجة غريبة وطبعا سامع الطلقات دي. طب ازاي الجيران مش سامعين؟ وبعد ما بوتش ده خلص جريمته دخل خد دش سخن ولبس لبس الشغل وكلم الشرطة وبلغهم ان عيلته اتقتلت وحصل جريمة في بيته، وقال لهم انه مصدوم من المنظر اللي شافه وانه اكتشف الجريمة البشعة دي لما رجع بس الشرطة ما صدقتش كلامه وبدأت التحقيق معاه، وضغطوا عليه لغاية ما اعترف بجريمته ودلهم على مكان البندقية اللي كان مخبيها والهدوم اللي كانت متلطخة بالدم. ومن ضمن الكلام اللي قاله في التحقيقات قالوا انه لما بدأ ما قدرش يوقف وكمل اللي كان بيعمله اللي هو كان ضربه النار لأسرته. وفي نهاية التحقيقات المحققين قالوا عليه انه مريض نفسي وبيعاني من اضطرابات نفسية شديدة، والاضطرابات النفسية دي بتدفعه انه يعمل الجرائم دي، وان عقله مش مصور له ان اللي عمله ده جريمة في حق اسرته اقرب الناس ليه. وفي التحقيقات دي برضو قال انه كان بيسمع اصوات في دماغه بتقول له اخلص منهم كلهم، بس هو كان بيقاوم كتير الاصوات دي واللي كانت بتهمس في ودنه وهو بس اللي سمعها. لكن في الليلة دي الاصوات علت جدا وبدأت تزن بشكل كبير، واضطر انه ينفذ اللي كان مطلوب منه، واتحكم على بوتش بسبب قتله ل6 اشخاص بالسجن مدى الحياة، وما زال لغاية الان بيقضي عقوبته في سجن اصلاحية سوليفانا بولاية نيويورك. وفي نظرية بتقول ان في الجريمة دي قاتل تاني لكن مفيش اي اثبات عليه، وفضل البيت مهجور من بعد الجريمة وما تجرأش اي حد انه يخش البيت خالص. بس الجيران كان بيقولوا ان هم كانوا بيشوفوا النور بيطفي ويولع من نفسه، ده غير ان هم كانوا بيسمعوا صريخ لاطفال صغيرين، وده خلاهم يقولوا ان البيت ده مسكون بارواح شريرة. وبعد ما عدت سنة من وقت الجريمة اشترت عيلة تانية البيت ده. العائلة دي كان اسمها عائلة لودز، وقعدوا في البيت ده حوالي 28 يوم بس. الأب
كان اسمه جورج والأم اسمها كاثي، وكانوا بيدوروا على بيت يعيشوا فيه ومناسب لميزانيته، وكان في الوقت ده سعر البيت 80,000 دولار. وده خلاهم لما اتفرجوا على البيت حسوا بانجذاب شديد ليه، ومجرد ما دخلوا البيت عشان يتفرجوا عليه الأسرة دي حست بانجذاب شديد ناحية البيت ده، وقرروا يشتروه على الرغم من معرفتهم بماضي البيت ده. بس بعد ما اشتروا البيت مساحة البيت وسعره المناسب خلاهم متمسكين بالبيت جدا، وما جاش في بالهم ان ممكن يكون البيت ده مش مناسب للسكن بسبب الأحداث اللي حصلت فيه. وبسرعة تحولت أحلام الأسرة الجديدة دي إلى كابوس مفزع، واللي حصل للأسرة دي حكاه المؤلف جي أنيسون في كتاب رعب أميتيفيل. قبل ما الأسرة دي تروح البيت ده كان الأب لودز رجل أعمال نشيط جدا، ولكن بعد ما راح البيت ده لاحظوا عليه تغيير مفاجئ في شخصيته وتصرفاته، وبقى بطيء وبارد وغريب التصرفات. ولاحظوا عليه كمان انه بقى بيصحى الساعة 3:15 الصبح قرب الفجر، ومش بيعرف ينام بعدها تاني خالص. والغريب ان ده الوقت اللي بوتش نفذ فيه الجريمة لما قتل 6 من افراد اسرته بالبندقية الخاصة بيه. وفي ليلة من الليالي اللي كان بيصحى فيها لودز الساعة 3:15 الصبح نزل تحت يشم شوية هواء قدام البيت، وبعد كده بص على البيت، وبمجرد ما بص على البيت لاحظ ان بنته اللي عندها 5 سنين واقفة قدام الشباك بتاع الأوضة بتاعتها، ووراها وش شرير والملامح بتاعته مديه على خنزير وعينيه حمراء. من بعدها جرى لودز على أوضة بنته ودخل عليها لقاها نايمة في سريرها عادي خالص. وبعد كام يوم لقى بنته دي بتلعب مع خنزير صغير وبقى صديقها جدا، لدرجة ان هي اطلقت عليه اسم جودي. وفي ليلة تانية من الليالي اللي كان بيصحى فيها لودز الساعة 3:15 الصبح حس بحاجة غريبة تحت السرير اللي نايم عليه هو ومراته، فقال يبص تحت السرير بس ما لقاش اي حاجة. ولما رجع يبص على مراته كاس تاني لقاها واقفة وبتبص له، وملامح وشها اتغيرت خالص اكنها بقت ست عجوز مخيفة وعندها 90 سنة. وفضلت الأحداث الغريبة دي تحصل، زي إن أبواب الأوض والشبابيك بدأت تتفتح وتتقفل من نفسها وبتتملى بالدبان، والأم كاسة تنضفها من الدبان ده ويرجع الدبان تاني يملى الأوض تاني. وفي نص فصل الشتاء كانت الأسرة بتشوف أثر لحوافر قدام البيت، وكان في نباتات خضراء زي الطحالب كده بتكبر على جدار من جدران الغرف. واكتشفت الأسرة بعد كده أوضة في البدروم واللي بيسموه كابو، واللي ما كانوش يعرفوا عنها أي حاجة خالص. الأوضة دي كانت مدهونة باللون الأحمر، فقرر الأب إنه ينزل ويشوفها هو والكلب بتاعه. وبمجرد ما فتح باب البدروم لقى الكلب بتاعه بدأ يعمل زي نواح كده إنه خايف يعني، ويبص لصاحبه لودز بخوف شديد جدا، وكأنه بيقول له ما تنزلش ويلا بينا نمشي من المكان ده ونقفل الباب. تفتكروا لودز شاف إيه بمجرد ما نزل البدروم؟ خلينا نشوف الجزء الثاني وايه اللي حصل لأسرة لودز وكاسي. وده كان الجزء الاولاني من رعب أميتيفيل، بس المرة دي لسه ما خلصتلكوش حكاية البابا. اتمنى ما تبخلوش عليا باللايك الجميل، وهستنى ارائكم في الكومنتات، واتمنى ما تنسوش برضو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على خير، وكالعادة سلام.